السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد أو وصفة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم بسبوسة بنكهة البرتقال منعشة والمذاق يا سلام، وطريقة سهلة مهلة. نعمل كلشي في الخلاط وهي بسبوسة واجدة، ومع السر اللي يعطينا هذا اللون الرائع اللي كيبان كيشاهي. وما نطولش عليكم، يلا نبداو في تحضير الوصفة ديالنا. وفي الخلاط عندي هنا 3 حبات من البيض و120 غرام سكر وكيس من الفانيلا وقليل من الملح وكأس من الزيت اللي هو 120 غرام وملعقة صغيرة من بشر البرتقال وعلبة واحدة من الياغورت اللي هي 100 غرام. ومن بعد ما ضفت المكونات في الخلاط دابا نخلط المكونات ديالي حتى يرجع اللون ديال الخليط ديالي ابيض. كما كتشاهدوا معايا في الفيديو اللون الخليط ديالي رجع اللون ديالو ابيض وارتفع الحجم ديالو قليلا. ودابا نضيف له السميده اللي عندي هنا 3 الكؤوس العنبه اللي الوزن ديالهم كيوزن 120 غرام. صافي نستمر في خلط الخليط ديالي حتى ينسجم السميده او السميد مع باقي المكونات. ومن بعد ما طحنت المكونات ديالي كامله دابا نخوي في واحد الاناء نضيف له باقي المكونات. عندي 4 معالق كبيره من الحليب ونصف كاس كوكو اولا جوز الهند وجوج خمارات اللي هي 16 غرام و4 معالق د الحليب اللي زيدتهم. كنزيدهم اذا شفت الخليط ديالي ثقيل بزاف او اكثر من اللازم عاد كنزيدهم. الكوك يمكن لكم تزيدوه في الخلاط مع باقي المكونات. انا كيعجبني هذوك الطريفات ديال الكوك في البسبوسه ديالي، داكشي علاش ما زديتوش في الخلاط. يمكن لكم تضيفوا تخلطوا كلشي. والقالب او المول اللي غنوجد فيه البسبوسه ديالي هو مول العجيب اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالسميده. ومن بعد ما خويت البسبوسه في القالب نحاول نقاد البسبوسه ديالي باش ما يجيش جهه طالعه وجهه نازله، وتجي البسبوسه ديالنا قياس واحد تجينا مقاده. وندخل البسبوسه ديالي للفرن يكون مسخن مسبقا. وهنا عندي السيروم اللي غنشرب به الكيكه ديالي اللي هو 100 غرام السكر، كاسين من الماء ونص ليمونه. ونرفع السيروم ديالي على النار ونخليه يغلي 5 دقائق. ومن بعد ما طابت البسبوسه والسيروم حتى هو وجد نصفي السيروم ديالي من قطع الليمون ونشرب البسبوسه ديالي بالسيروم. شربها بالسيروم كامل اللي عندي كامل، شربي البسبوسه ما تخافوش منه لانه بسبوسه ناشفه. صافي من بعد ما شربت البسبوسه ديالي بالسيروم دابا نوجد معكم الكريمه. كريمه البرتقال او كريمه بنكهه البرتقال. عندي هنا 120 غرام من البرتقال وكيس من الفانيلا و120 غرام من الحليب و3 معالق كبارين من السكر و3 معالق كبارين من النشا او المايزينا. والسر اللي كيعطينا هذاك اللون المنعش للكريمه ديالنا هو قبصه من الكركم او قليل من الكركم، فقط القليل. الكركم كيعزز لنا اللون، كيعطينا هذاك اللون البرتقالي الجميل المنعش، ولكن ضيفوا القليل فقط والا غيركم المذاق الكريمه ديالكم غيجيكم المذاق ديال الكركم قوي. ومن بعد ما ضيفت المكونات كامله رفعت الخليط ديالي فوق النار وبقيت مستمره في التحريك. ضروري تبقى تحركوا الخليط ديالكم حتى يتقل الخليط كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. ومن بعد ما طابت الكريمه ديالي نضيف لها ملعقه كبيره من الزبده، وضروري نخوي الكريمه ديالي فوق البسبوسه وهي باقا سخونه. صافي هنا من بعد ما خويت الكريمه ديالي فوق البسبوسه ضروري ندخلها للثلاجه على الاقل 5 ساعات ولا 6 ساعات. ومن بعد ما بردت البسبوسه ديالي زينتها بالكوك، يمكن لكم تزينوها باي حاجه كتعجبكم. وهذا هو الشكل النهائي البسبوسه ديالنا كما كتشاهدوا الفيديو. كيجي المنظر ديالها راقي والمذاق ديالها منعش، ويمكن لكم تزينوا بها الطبيله ديالكم في شهر رمضان الكريم. وبالصحه والراحه اللي عجبوا الوصفه. وما نساونيش بالاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك كي يوصلكم كل جديد. ومع السلامه في فيديو جديد او وصفه جديده.